السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابنا الكرام في مصر وخارج مصر. يا رب تكونوا بأحسن حال وبكل خير. كل سنة وانتم طيبين ويعود علينا الأيام يا رب باليمن والخير والبركة. النهاردة عملت معاكم الصورة تكون واضحة. بصوا بتلمع ازاي، بتلمع اهي وجميلة تفرح الأطفال. محشية هنا بالبندق، البندق المحمص. طبعا بتطلع معانا بكل سهولة اهي اهي اهي. شوفوا عشان الفرحة تكمل معانا مع الكحك والبيتيفور اللي انا هنزله لكم ان شاء الله. كحك العيد والغريبة الاكرنشيه اهو. ايه رأيكم؟ حاجة جميلة وحاجة تفرح الأطفال والله، وحاجة نظيفة ومعمولة في البيت بالمكسرات كمان. بصوا كده هنشوف كمان هنا الفورمة التانية دي، خليكم معايا نشوف شكلها. بسم الله. بصوا دي بقى معمولة بعين الجمل. بصوا دي، بصوا دي على هيئة أرنوب، دي على هيئة أرنوب. شايفين؟ يا رب الضوء يكون كويس. دي محشية بعين الجمل. شوفوا دي كمان، شوفوا دي.
شوفوا جميلة ازاي، جميلة وبتلمع الشوكولاتة بتاعتها، لان انا مخففاها بزيت وحتة زبدة. بعد ما تسيح كده على النار وتسيح طلعيها، تحط لها حبة زيت وحبة زبدة، تبقى كده ايه ماشية معاكي حلوة، تعرفي تصبيها وتعرفي تشكليها. الأرنوب ده كمان جميل حكاية. حاجة جميلة وحاجة حلوة وحاجة نظيفة وحاجة كده تفرح الأطفال في العيد، أحفادنا. اهي اهي. شكل الأرنوب ده شكله جميل جدا. ودي الشوكولاتة اللي معمولة بيها، اللي أنا عاملة بيها الشوكولاتة اللي انتوا شفتوها دي في القوارب، في القوالب السيليكون. ويا رب تنول إعجابكم الشوكولاتة اللي أنا عملتها اهي، تتقدم مع الكحك والبيتيفور بتاعنا. وكل سنة وانتوا طيبين. واللي ما عملش كده يلا، دي سهلة وبسيطة، يقوم يعمل لأطفالنا الحلوين ويفرحهم في العيد. سلام عليكم، مع السلامة، واشوفكم دايما بخير.